اول ما نزل شاومي 12 تي كان سعره في الامارات $550. دلوقتي وبعد ما فترة الحجز انتهت وصل سعره حوالي $470. بالتالي بقى بينافس موبايلات في نفس السعر ده زي اونر 70 واوبو رينو 8 وسامسونج A73. وعلى اساس كده هنحكم على الموبايل بالمقارنة بالمنافسين في نفس السعر. انا جربت الموبايل لفترة طويلة حوالي 10 ايام، وفي الفيديو ده هقسم لك المراجعة كالتالي. هقول لك على اقوى 7 حاجات هتعجبك في الموبايل، هم اللي عاملين فرق بينه وبين الموبايلات المنافسة، وبعدين هقول لك على تجربتي مع حاجات مهمة زي البطارية والشبكات والكاميرات، وفي الاخر هقول لك على 3 عيوب او 3 حاجات بس هي اللي ممكن ما تعجبكش في شاومي 12 تي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك بتاعك لانه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. هنبدأ بالمزايا القوية، وأول حاجة لازم نقولها هي مواصفات الأداء. كعادة شاومي هتلاقيها حاطة في الموبايل بتاعها أقوى معالج ممكن تشتريه بالسعر ده. المعالج هنا هو دايمنستي 8100 ألترا، وده بينافس سناب دراجون 3 يعني أقوى من كل المعالجات في سعره، مع 8 جيجا رام من نوع سريع DDR5 وذاكرة داخلية UFS 3.1. الأرقام اللي بيديها لك الموبايل على الإصدار الثامن والتاسع من تقييم أنتوتو أرقام عالية جدا، وعلشان تفهم أكتر ده الفرق بين تقييم شاومي 12 تي واونر 70 واللي بيجي بنفس سعره بالظبط تقريبا. وطبعا التقييم هنا بينعكس بشكل مباشر على الاداء العام للموبايل. تجربة الاستخدام هنا سريعة وسلسة جدا في التصفح وفتح وقفل التطبيقات، ورغم وجود انيميشنز كتير في واجهة شاومي لكن ده مش مأثر على اي حاجة في الاداء. وال8 جيجا رام بيسمحوا لك تسيب في الخلفية عدد كويس من التطبيقات تتنقل ما بينهم من غير ما يعملوا ريستارت او اعادة تشغيل. لكن اللي احنا قلناه ده مش اقوى جزء في قوة الاداء. اقوى حاجة هنا هي تجربة الجيمز. المعالج ده بيركز قوي على جزئية الالعاب وبيشغلها على اعدادات جرافيك عالية جدا. PUBG اخرها الترا HD جرافيك اكستريم فريم ريت، وممكن تلعب على 90 فريم لو نزلت على اقل جرافيك. كول اوف ديوتي بتشتغل لحد فيري هاي جرافيك ماكس فريم ريت، ومع التحديث الاخير للعبة بقت بتشتغل على اكسترا فريم ريت لو نزلت على اقل جرافيك برضه. واداء اللعبتين سلس جدا، وتجربة اللعب عموما قوية خصوصا مع الصوت والشاشة واللي هنتكلم عنهم دلوقتي. والسخونة اللي بتطلع في الظهر اثناء اللعب سخونة عادية وغير مبالغ فيها، وشاومي بتقول ان نظام التبريد هنا قوي جدا. باختصار شاومي 12 تي هو اقوى موبايل في سرعة الاداء واقوى موبايل للجيمز في الفئة السعرية دي. نيجي لتاني ميزة قوية وحاجة من الحاجات اللي مركزة عليها شاومي في الدعاية للموبايل، وهي قدرة الشحن. الموبايل بيجي بقدرة شحن عالية جدا 120 واط، ودي نفس قدرة الشحن الموجودة في النسخة البرو واللي سعرها بيزيد $140. والشاحن العملاق طبعا جاي مع الموبايل في العلبة كعادة شاومي. شاومي بتقول ان الموبايل بيشحن من 0 لحد 100% في 19 دقيقة فقط، لكن من خلال تجربتي فالموبايل بيشحن في حوالي 22 دقيقة، وده طبعا رقم قوي وزمن شحن قليل جدا وبيتفوق على كل المنافسين حتى على اوبو رينو 8 واللي بيجي بقدرة شحن 80 واط. وصلنا لثالث ميزة قوية واللي أنا شخصيا استغربت إنها موجودة في موبايل من شاومي، واللي هقولك عليها دلوقتي، بس بعد ما أفكرك إن في رابط تحت الفيديو هيدخلك على خصومات شهر نوفمبر بتاعة موقع نون. مش بس كده، الأكواد دي هتديك خصم إضافي كمان بالإضافة لخصم شهر نوفمبر. استخدم الكود ده لو أنت في مصر، واستخدم الكود ده لو أنت في السعودية أو الإمارات. شاومي 12 تي جاي ببصمة مدمجة في الشاشة، وانا الحقيقة لما عرفت كده كنت قلقان من اداء البصمة، لان تجربتي مع بصمات الشاشة في موبايلات شاومي تجربة متواضعة شوية، ولكن انا اتفاجئت لما بدأت اجرب الموبايل. مش هكون ببالغ لو قلت لك ان دي اسرع وافضل بصمة شاشة جربتها في موبايلات شاومي، وبتنافس بصمات الشاشة القوية زي اللي موجودة في موبايلات اوبو مثلا، وكنت فعلا بقدر اعتمد عليها بشكل مستمر وما غلطتش خالص تقريبا في قراية صباعي. وبمناسبة البصمة تعالوا نتكلم على رابع ميزة قوية في الموبايل وهي الشاشة. كمواصفات دي أفضل شاشة ممكن تاخدها بالسعر ده. نوع الشاشة أموليد وحجمها حوالي 6.7 بوصة، دقتها فول اتش دي وبتيجي بتردد 120 هرتز. تجربة المشاهدة عليها قوية طبعا من حيث التفاصيل وتشبع الألوان، ومن أفضل الشاشات اللي ممكن تتفرج من خلالها على محتوى أو فيديوهات. والشاشة بتدعم كمان خاصية ال HDR 10+. إضاءة الشاشة عالية وبتوصل ل 900 نتس، وده رقم كويس، لكن مش هو الأفضل طبعا ما بين الشاشات الأموليد، ولكن في النهاية مش هيكون عندك معاها اي مشكلة في الشمس. بالنسبة للتردد ال 120 هرتز واضح جدا على الشاشة، وعامل فرق كبير في سلاسة الانتقال ما بين المشاهد. ده غير ان تردد لمس الشاشة بيوصل ل 480 هرتز، ودي حاجة هتهم محب الالعاب.
لانها بتفرق في سرعه استجابه الشاشه للمسه ايدك. الموبايل بيبقى مظبوط على وضعيه التغير التلقائي للتردد بحيث يوازن مع استهلاك البطاريه، ولكن طبعا ممكن تغيره وتخليه ثابت على التردد اللي انت عايزه. خاصيه الاولويز اون ديسبلاي موجوده طبعا في الشاشه مع وجود انيميشنز بتنبهك لما بيجيلك اشعار. اما خامس ميزه قويه في موبايل شاومي 12 تي هي المثبت البصري، ده غير الامكانيات اللي بيديها لك في تصوير الفيديو واللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. ده تصوير فيديو بموبايل شاومي 12 تي. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرات الخلفيه لحد دقه 4K على 30 فريم في الثانيه، وبالكاميرا الاماميه لحد دقه فول اتش دي على 60 فريم في الثانيه. الموبايل بيدعم التثبيت البصري وشغال لحد دقه 4K زي ما احنا شايفين. احنا بنصور دلوقتي على دقه 4K ومفعلين خاصيه التثبيت البصري او هي متفعله بشكل تلقائي، وادائها قوي واضح جدا تاثيره على دقه 4K. الموبايل كمان بيدعم وجود امكانيه التصوير بالكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه في نفس الوقت، سواء عن طريق انه بيقسم الشاشه ما بين الكاميرتين او انه بيخلي واحده فيهم في جزء صغير على الشاشه. ده غير وجود وضع البرو في الصور الثابته وفي الفيديو كمان، وده بيخليك تتحكم وتثبت حاجات كتير وانت بتصور زي الاضاءه والفوكس وغيرهم. وصلنا لسادس ميزة قوية معانا وهي التجربة الصوتية، وأهم حاجة فيها نقاء وجودة صوت السبيكر. شاومي 12 تي جايب سبيكر ستيريو طبعا، الصوت بيطلع من السماعة السفلية وسماعة المكالمات في نفس الوقت. توزيع الصوت ما بين السماعتين ممتاز، ولكن السبيكر هنا بيدي واحد من أفضل الأصوات اللي جربتها. الصوت فعلا مجسم وينفع يكون سبيكر موبايل فلاج شيب. ده غير إن الموبايل بيدعم خاصية الدولبي أتموس وبتشتغل مع السبيكر كمان مش بس مع الهاند فري. الموبايل كمان بيحتوي على موتور اكس اكسس للاهتزاز او الفايبريشن، والفايبريشن في الموبايل مختلف فعلا عن اللي موجود في معظم موبايلات الفئة المتوسطة، وتحس انه قريب من موبايلات الفلاج شيب. وصلنا لسابع ميزة قوية معانا في الموبايل وهي التصميم. من حيث الشكل فالموبايل واخد حاجات كتير من الفلاج شيب، زي ان الواجهة الامامية جاية بحواف قليلة من كل الجهات، مفيش حافة سفلية كبيرة، مع نوتش بانش هول في المنتصف بحجم صغير. ظهر الموبايل خامته من الزجاج وواخد نفس طريقة تصميم سلسلة المي 12، سواء في طريقة انعكاساته مع الضوء او سواء شكل فريم الكاميرات، واللي بيجي بتصميم جميل وعجبني جدا. الفريم الخارجي للموبايل جاي بتدرج في الالوان، اول مرة اشوفه، ولكن الحقيقة سمك الموبايل مش قليل، حوالي 8.6 مللي، ووزن الموبايل اكتر من 200 جرام، وده اللي خلاني احط لك التصميم كاخر ميزة قوية في الموبايل. كده خلصنا المزايا القوية، وهندخل دلوقتي على تجربتي مع حاجات مهمة زي البطارية والشبكات وصور الكاميرات. بس ما ينفعش تكون وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتش لايك للفيديو ولا اشتركت في القناة. هنبدأ الأول بتجربة إجراء المكالمات لأن فيها حاجة مهمة. بالنسبة لشبكة المكالمات في الموبايل كانت قوية ومستقرة معايا خلال فترة التجربة، صوت سماعة المكالمات عالي وواضح ونقي. الموبايل كمان فيه مايك للضوضاء بحيث الصوت يوصل للي بيكلمك بشكل أوضح لو كنت بتتكلم في مكان دوشة. ولكن المفاجأة هنا والأهم من كل ده إن الموبايل جاي بمستشعر تقارب حقيقي، على عكس معظم موبايلات شاومي اللي بتعتمد على السوفت وير فقط، وده مخلي أداء الاستشعار ممتاز، والشاشة مش بتفتح طول ما الموبايل على ودنك. الموبايل بيدعم خاصية تسجيل المكالمات، ولكن بيتم إبلاغ الطرف الثاني لما بتبدأ تسجل المكالمة. نيجي بقى لحاجة مهمة وهي استهلاك البطارية. حجم البطارية هنا 5000 ملي أمبير. ما قدرتش أعرف من خلال الإعدادات البطارية ادتني كام ساعة شاشة مفتوحة، ولكن باستخدام متوسط وعلى تردد شاشة عالي مع لعب نص ساعة جيمز تقريبا، الموبايل قعد معايا في الشحنة الواحدة حوالي يوم ونص، وده معدل استهلاك كويس جدا. نيجي بقى لشبكة الواي فاي واللي أدائها كان ممتاز برضو. الموبايل شغال بنظام واي فاي 6، بيلقط من على مسافات بعيدة وأداؤه مستقر جدا. قبل بقى ما أوريك صور الكاميرات، في كام حاجة سريعة، زي إن الموبايل فيه مستشعر الاي ار بتاع شاومي، واللي بتقدر بيه إنك تستخدم الموبايل كريموت كنترول لأجهزة كتيرة جدا. والموبايل بيدعم وجود مستشعر ال NFC واللي بدأ يكون ليه استخدامات كتير دلوقتي. ده غير إنه بيشتغل طبعا مع شبكة ال 5G لو كانت موجودة في البلد اللي أنت عايش فيها. ومن ضمن الحاجات اللي عجبتني إن الموبايل جاي معاه كل حاجة ممكن تحتاجها. الشاحن طبعا مع كابل الشحن، كفر يحمي الظهر، سكرين بروتكتور ملزوقة على الشاشة. وصلنا لآخر حاجة معانا في التجربة قبل ما نقول العيوب، وهي صور الكاميرات. الموبايل جاي ب3 كاميرات خلفية. الكاميرا الأساسية دقتها 108 ميجا بكسل وبتدي تفاصيل كتير طبعا. الألوان هنا مشبعة، ولكن على عكس عادة الكاميرات في شاومي، الصور هنا بتشبع الألوان بشكل زيادة شوية أكتر من اللون الحقيقي. تعامل الكاميرا مع الإضاءات العالية في الخلفية تعامل جيد، مع وجود خاصية ال HDR الصورة مش بتتلسع. خاصية العزل هنا
هنا شغالة بشكل كويس جدا وبتحدد الأطراف بدقة، على الرغم إنها بتعتمد على السوفت وير فقط ومفيش كاميرا مخصصة للعزل. ولكن تصوير الكاميرا في إضاءة ضعيفة ما عجبنيش قوي، بس مع تفعيل الوضع الليلي إضاءة وجودة الصورة بتتحسن شوية. أما الكاميرا التانية هنا فهي كاميرا عريضة وايد أنجل بدقة 8 ميجا بكسل. تفاصيلها قليلة طبعا لأنها كاميرا 8 ميجا، ده غير إن معالجة ألوانها بعيدة شوية عن ألوان الكاميرا الأساسية. اللون فيها بيبقى فاتح والألوان مش مشبعة بشكل قوي. يعني ده مثلا الفرق مع الكاميرا العريضة في موبايل بوكو F4. هتلاحظ الألوان أفضل في كاميرا البوكو. تصويرها في إضاءة ضعيفة بيدي نتيجة سيئة الحقيقة، لكن الوضع الليلي هو اللي بينقذ الموقف شوية. أما آخر كاميرا معانا هي كاميرا السيلفي واللي بتيجي بدقة 20 ميجا بكسل. طريقة معالجة الألوان فيها كويسة في معظم الصور والصورة بتبقى حادة وشارب، ولكن لو قارناها بكاميرا زي بوكو F4 برضو واللي بتيجي بنفس الدقة 20 ميجا بكسل، هتحس إن كاميرا البوكو أفضل من حيث الألوان والإضاءة جوه الصورة. واضح إن ده فرق المعالج. فمن خلال تجربة الكاميرات واضح إن دايمنستي 8100 مش أقوى حاجة في معالجة الصور. معالجة سناب دراجون أفضل منه، وده هتحسه أكتر في التصوير في إضاءة ضعيفة واللي هيديك نتيجة سيئة حتى مع تفعيل الوضع الليلي. كده خلصنا تجربة الموبايل، ودلوقتي بقى هقولك على 3 عيوب أو 3 حاجات ممكن ما تعجبكش في شاومي 12T. أول عيب هو إن الموبايل ما فيهوش مخرج سماعة 3.5 مللي، وبيعتمد على تركيب الهاند فري عن طريق مخرج التايب سي، ولكن الصوت اللي بيخرج في الهاند فري صوت قوي جدا. العيب الثاني هو إن الموبايل مش بيقبل كارت ميموري، مفيش مكان أصلا لكارت ميموري، بالتالي هتعتمد على المساحة الداخلية فقط. وآخر عيب معانا بيهم بعض الناس وهو عدم وجود راديو FM في الموبايل. دي كانت تجربتي لشاومي 12T. ما تنساش تدخل على موقع نون من الرابط اللي تحت الفيديو وتستخدم أكواد الخصم وانت بتشتري، وتابعني على فيسبوك وانستجرام وهتلاقي الروابط كلها تحت الفيديو. مستني تعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.